السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هشرح لك يا طالب الصف الثاني الثانوي هو اليونت ال11 عن الباست هابت، وهي الصيغ والأشكال التي تستخدم للتعبير عن العادات المتكررة في الماضي. ويلا نشوف شرح اليونت ال11. النهاردة هشرح لك اليونت ال11 لطلبة الصف الثاني الثانوي والطالب الصف الثالث الثانوي سواء كان عام أو أزهري. فخلي بالك يا طالب تانية ثانوي إن الدرس ده هتلاقيه عندك في سنة تالتة، فأي جرامر موجود عندك في سنة تانية لازم تاخد بالك منه. تعال نتكلم على الدرس، وهو درس مهم جدا وبيمزج ما بين عدة يونتات موجودة عندك في سنة تالتة. أنا كل ما بكلمك بأكد لك على سنة تالتة، وهو الباست هابتس، العادات في الماضي، بصورة تانية أو بمعنى تاني وهو الصيغ اللي بستخدمها للتعبير عن العادات المتكررة في الماضي. وعلى سبيل المثال هنبدأ بالباست سيمبل، الماضي البسيط. تعال أعرفك يا طالب على تكوين الماضي البسيط في المبني للمعلوم. هو التصريف التاني للفعل بإضافة دي أو إي دي أو أي إي دي، أو التصريف التاني من الأفعال الشاذة. طيب ده في المبني للمعلوم، وأنا متفق معاك إن المبني للمعلوم أوتوماتيك بيبدأ بالفاعل، والمبني للمجهول أوتوماتيك بيبدأ بالمفعول زائد ووز أو وير زائد التصريف التالت. وعمال أكد لك مرارا وتكرارا إن أي فاعل مفرد أو مفعول مفرد سواء في زمن بيتصرف لمفرد وجمع، الفعل المفرد والمفعول المفرد بيحب الفعل اللي جواه اس، was، needs، has، is. يبقى ركز في الفعل المفرد والمفعول المفرد بيحب الفعل اللي اخره اس في اي زمن بيتصرف الى مفرد او جمع. يبقى تاني اول صورة من اشكال الماضي، اول صورة من اشكال العادات في الماضي وهي الماضي البسيط، وهو التصريف التاني للفعل باضافة دي او اي دي او اي اي دي، او التصريف التاني من الافعال الشاذة. المبني للمجهول وهو عبارة عن المفعول زائد ووز او وير زائد التصريف التالت. لما بحب انفي الماضي البسيط انا بنفيه بديدنت زائد الفعل في المصدر، او بنفيه بنيفر زائد فعل متصرف، يعني بضيف للفعل دي او اي دي او اي اي دي. لما بحب اسال في الماضي البسيط بسال بالدبليو اتش اللي هي اداه الاستفهام زائد ديد زائد الفاعل زائد المصدر. تعال نشوف الاستخدام الخاص بالماضي البسيط. تستخدم كلمات المضارع البسيط مع الماضي البسيط للتعبير عن عادات متكررة في الماضي. يبقى أنا بستخدم كلمات المضارع البسيط مع الماضي البسيط للتعبير عن عادات في الماضي، زي always، usually، often، sometimes، ever، never، seldom، really. بجيبها بعد الفاعل وبين الفعل الأساسي، يعني من الآخر بتيجي في النص. يبقى الكلمات دي بتيجي بين الفاعل والفعل الأساسي، زي يوسف always watch TV with family. يبقى ده كده كانت أول صورة من أشكال العادات المتكررة في الماضي وهي الماضي البسيط. تعال نشوف الصورة التانية وهي used to زائد المصدر اللي هي بمعنى اعتاد أن. الاستخدام تعبر عن عادات كانت تحدث في الماضي ولكنها انتهت الآن، وعادات ثابتة. وركز معايا في كلمة عادات ثابتة. I used to have a bike but now I don't. زمان أنا كنت معتاد إن أنا بركب الدراجة بتاعتي، دلوقتي أنا ما بعملش كده. طب لما بحب أنفيها أنا بنفي ب didn't used to زائد المصدر، بنفيها ب used not to زائد المصدر، بنفيها ب never used to زائد المصدر. example I didn't used to smoke هي بتساوي I used not to smoke هي بتساوي I never used to smoke. يبقى دي الصورة التانية من صور التي تستخدم للتعبير عن عادات متكررة في الماضي. احنا بنستخدم used to مع افعال الحالة اللي احنا خدناها في اليونت التاسع، لافعال الشك واليقين، افعال العاطفة والشعور، افعال الملكية والمقاييس، افعال الحواس زي love زي be زي have زي taste زي touch زي smell. I used to love my cat، ما ينفعش اقول I would love my cat. طب لما بحب بسأل بال WH زائد did زائد الفاعل زائد used to زائد المصدر. الصورة الثالثة من صور التي تستخدم للتعبير عن العادات المتكررة في الماضي وهي would زائد المصدر بمعنى اعتاد أن. أنا بستخدمها امتى؟ بستخدم للتعبير عن سلوك نمطي أو عادات متكررة في الماضي، أحداث وليست حالات. بصورة تانية أو بمعنى آخر إن هي بتعبر عن عادات متكررة في الماضي ولكنها ليست ثوابت، يعني العادة مش ثابتة، هي حاجة عابرة. شرط استخدام would زائد المصدر أن يكون هناك ظرف زمان أو كلمة تدل على الماضي. يقول لي at weekends I would buy a fruit.
after dinner طه would go to market. الأحداث دي ما كانتش متكررة وثابتة في الماضي، ده حدث عابر. هو بيقول لي at weekend في نهاية الأسبوع أنا كنت معتاد إن أنا أذهب، أنا بقول لك كنت معتاد برضو أذهب لشراء الفاكهة، كانت ممكن تحصل أو ما تحصلش. إنما لو كنت قلت I used to buy a fruit ده كانت عادة ثابتة عندي في الماضي. طب after dinner طه would go to market، هو طه بعد ما كان بيخلص الدينار كان معتاد اللي هو يذهب إلى الماركت، وليست ثوابت. هو سلوك نمطي وعادات في الماضي ولكنها ليست ثابتة ولا تستخدم مع أفعال الحالة. يبقى ملخص الدرس يا طالب اللي أنا عندي ماضي بسيط، عندي الماضي البسيط بيعبر عن عادات متكررة في الماضي، بس بستخدمه امتى؟ مع كلمات المضارع البسيط. ما انا لا هعرف اللي انا هستخدم ماضي بسيط ولا يوزد تو ولا وود الا من معنى الجمله والكلمات اللي جوه الجمله اللي هي مفتاحها للجمله. يبقى انا عشان استخدم الماضي البسيط بجيب معاه كلمات المضارع البسيط لتعبر عن عادات في الماضي. عشان استخدم يوزد تو للتعبير عن عاده متكرره في الماضي، هي مش محتاجه، هي وجود يوزد تو لوحديها بدون كلمات داله على الماضي البسيط او عدم وجود كلمه تدل على الماضي بوجه عام، هي معروفه. وجود يوزد تو بتعبر عن عادات متكرره في الماضي دون اشاره للماضي. اما عشان استخدم وود زائد المصدر فلازم سيادتك اجيب قبلها ظرف زمان يدل على الماضي. وده كان شرح يونت 11 للصف الثاني الثانوي، والصف الثالث الثانوي مقرر عليه اي منهج يخص اللغه الانجليزيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.